Es el penal soñado por cualquier pibe que arrancó a jugar en los baldíos, en el barrio, en la calle, en la vereda, en el pueblo, en la plaza. Y ese es Montiel. Somos todos Montiel, Gonzalo, vamos. Montiel. في اللحظة دي الدنيا كلها كانت واقفة، مفيش صوت غير صوت دقات القلب. ضربة جزاء، بطولة عالم، وآخر فرصة لحلم بيتمناه ملايين. حلم بدأ من 1935. ازاي؟ هحكي لك. أنا محمد فريد وده معمر جيل. على أرض عربية، استاد بنيه نورمان فوستر، لعيب اسمه ميسي، بتتجمع كل القصص الملهمة دي علشان تكون اللقطة أفضل وأفضل. سنة 1935 وفي مدينة مانشستر اتولد ولد اسمه نورمان فوستر. طفولته كانت في وسط الفقر، بيت متواضع، أبوه عامل وأمه ست بتساعد في تنظيف البيوت. وهو عنده 16 سنة اضطر انه يسيب المدرسة، بقى بيشتغل بيغسل صحون واشتغل موظف بريد، وكل ده علشان يقدر يساعد اهله. ولكن في الليل كان دايما يروح المكتبة عشان يقرا ويتعلم ويحلم. وهو عنده 21 سنة دخل جامعة مانشستر علشان يدرس العمارة، وبعدها أخد منحة من جامعة بيل في أمريكا، واحدة من أعرق الجامعات في العالم. ورجع بعدها على إنجلترا علشان يأسس مكتبه. الأول كان بادئ مكتب اسمه تيم 4، إلى أن استقل عنه وأسس مكتب فوستر أند بارتنرز. وفي يوم وصلوا تحدي مختلف، يصمم استاد في بلد عمرها تقريبا أقل من عمره، بس ما كانش أي استاد، ده كان الحلم الكبير في وسط الصحراء. في سنة 1971 أصبحت قطر دولة مستقلة، وبدأت تحاول تخلق لنفسها مكان. وفي 2010 قدمت قطر الملف بتاعها عشان تستضيف كأس العالم 2022 بتنظيم كأس العالم 2022. قطر تفوز. وفازت قطر وسط ذهول كبير وانتقادات وأسئلة وشكوك، ازاي دولة صغيرة تقدر تنظم بطولة كبيرة زي دي. بس الرد كان مختلف، استثمارات، ملاعب، تحضيرات، طرق، كباري، وبين كل ده كانت جوهرة استاد لوسيل. في 1987 بيتولد طفل صغير لأب وأم أرجنتينيين اسمه ليونيل ميسي. من أول لمسة للكورة وهو كان واضح إنه طفل مختلف، بس يعني كان عنده مشكلة، جسمه ما ساعدوش، عنده مشكلة نقص هرمون، والدواء بتاعها كان حقنة، وكان ثمنها غالي جدا على الأب والأم. لغاية ما أعلن برشلونة إنه مستعد إنه يحتضن الطفل ده ويعالجه، بس بشرط ان الطفل ده يقيم في اسبانيا. وانقسمت العيله، نصها في الارجنتين ونصها في اسبانيا. الحقيقه الصعوبات والضغوطات اللي قابلها ميسي ما كانتش قليله، بلد بتحب الكوره، شايفينه اعظم نجم في العالم، والنجم اللي قبله اللي هو مارادونا كان كسب كاس العالم 86. ميسي اتولد بعد الفوز بكاس العالم بسنه. جمهور بلده كان بيحمله دايما مسؤوليه انه انا ما كسبتش كاس العالم ليه؟ خساره نهائي كاس العالم 2014 قدام المانيا وخساره نهائي الكوبا 2015 و2016 خلت ميسي الضغوطات عليه بقت اكتر واكتر، لدرجه انه اعلن اعتزاله، ولكنه تراجع في القرار ده بعد كده. الكرة تابة تتمنى ترفضك يا ليونيل. كاس العالم شيء ثاني. ماذا بيني وبينك؟ لماذا ترفضينني يا كاس الذهب؟ ماذا فعلت؟ ما عادش يقدروك يا ليو ميسي، ما عادش يهابوك يا ليو ميسي، ما عادش يخافوك ويخافوا منك يا ميسي. وفي 2021 تنزل عدالة السماء ويكسب الكوبا أمريكا أخيرا. وفي 2022 على أرض عربية واستاد بنيه نورمان فوستر، وقصة لعيب اسمه ميسي، بتتجمع كل القصص الملهمة دي علشان تكون اللقطة أفضل وأفضل. شيل 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 يا طويل العمر، شيل شيل يا طويل العمر، شيل. اجيب بقى اليانسون بتاعي واجي احكي لك ايه اللي حصل. فوز ميسي بكاس العالم ما كانش جاي كقصه سهله ممكن نحكيها، لكن هو جاي بعد معاناه شديده جدا. معاناه لطفل بيتولد سنه 1937 اسمه نورمان فوستر، بيتولد فقير. معاناه لبلد بدات سنه 1971 وبتدي لنفسها مكان في العالم. المشهد ده كله ما كانش ممكن يختتم ابدا الا باستاد تصميمه مختلف تماما، تصميم عربي، تصميم نورمان فوستر اللي كان مستوحى من الإناء العربي، واجهته ذهب بيلمع في الشمس كأنه فانوس من اللي كنا بنشوفهم زمان في رمضان، بس متحول لتحفة مستقبلية. الفتحات المثلثية اللي موجودة في التصميم دي عشان تدخل هواء وتقلل من السخونه، يعني شكل ووظيفه في نفس اللحظه. استاد لوسيل ما كانش مجرد ملعب، ده تحفه معماريه. الاستاد اللي بيسع اكتر من 90,000 متفرج هو كمان برضه كان بيواجه صعوبه في بلد حر جدا زي قطر، زي اغلب البلاد العربيه. ازاي تقدر تخلي الملعب ده فيه القابليه ان اللعيبه اللي جايه من اوروبا ومن امريكا الجنوبيه اللي بتلعب غالبا في اوروبا كلها
تقدر تلعب على الملعب ده بدون ما يحصل اي مشكله. هنيجي لفكره ان احنا هنكيف الملعب. ازاي ملعب بالحجم ده كله يتكيف؟ ده انت لما تيجي تشغل التكييف في اوضتك لازم تقفل الشباك وتقفل الباب وتقفل الستاره وتقفل المفتاح وتقفل موبايلك. ازاي بقى؟ والاستاد مش بس اللي انت شايفه ده، مش بس ارض ملعب وجمهور، ده انت عندك فيه ممرات داخليه. انت عشان تكيف مكان زي ده انت محتاج محطات تكييف كبيره جدا جدا، يعني مش طبيعيه، واستهلاك طاقه مش طبيعي. وهنا يظهر الدكتور سعود غاني، مهندس قطري ابتكر طريقه لتكييف الملعب وكمان يقلل في استهلاك الطاقه، اللي بدا شغله بنموذج فيه نفق فيه رياح، وطور نظام بيعتمد على توجيه الرياح وتدويرها تاني. بيدور الهواء البارد، الهواء بيتضخ من تحت الكراسي وبينتشر بانسيابيه وبيرجع يتفلتر تاني ويبرد تاني من غير ما يستهلك طاقه هائله ومن غير ما يخرج بره حدود الملعب. واللي ساعد في ده اكتر هو تصميم الملعب. انت عندك واحد من اكبر الاسقف الشبكيه المعلقه في العالم واقف كده من غير اي حاجه، يعني ما بيبوظش المنظر، شكله ماشي مع الشكل ده، غير الفتحات المثلثيه اللي اتكلمنا عليها من شويه. الموضوع اشبه بايه؟ انت عندك هواء التكييف لانه هواء ساقع دايما بينزل لتحت، اما الهواء السخن دايما بيطلع لفوق. فهو استخدم على اجناب الملعب كلها مضخات تكييف، واستخدم تحت الكراسي كمان مضخات تكييف، عامل زي بلوره او فقاعه تملى الاستاد كله بالهواء الساقع وما تخليش الهواء السخن من بره يدخل جواه، علشان الطاقه جوه ما تبقاش مستهلكه على الاخر، عشان ما يبقاش ان انا كل ما اسقع شويه هواء يجي هوا سخن يخليني اعمل طاقه تاني. وده اللي خلى الاستاد ده ياخد 5 نجوم في تقييم الاستدامه بتاع الملعب. هم ما فكروش بس في انه يبقى شكله كويس، يعني ما فكروش بس في النواحي الجماليه. هي ازاي النواحي الجماليه اصلا تخدم اللي انا عايزه؟ ازاي تخدم على طلبات؟ الموضوع مش بس شكل، مش بس استاد بملى فيه الناس وخلاص، لان العماره اصلا مش مباني وبس. العماره دي هي الحلم اللي بتحول لحقيقه. ايه اللي يخلي الخط اللي ربط بين فوستر وقطر وميسي كان هي العماره. العماره هي الانسان، هي انت، هي الشغف اللي بيحركك. كل مبنى في الدنيا بيبقى ليه قصه وليه حكايه وليه حدوته هي اثرت فيك، ممكن ما تبقاش انت عارف ازاي. وعشان كده كل فيديو بنعمله هنا في القناه بيبقى مش بس عن فكره ان انا بشرح مبنى، ازاي المبنى ده اثر فيك، ازاي العماره شكلت حياتك. وان شاء الله نفضل نحكي عن الاماكن اللي غيرت فينا والعماره اللي غيرت حياتنا. ما تنساش تدعي لاخواتنا في غزه واخواتنا في سوريا واخواتنا في لبنان واخواتنا في السودان واخواتنا في اليمن واخواتنا في ليبيا واخواتنا في العراق، مالناش الا بعض في الاخر. وما تنساش تعمل لنا لايك وسبسكرايب. كنت معاكم محمد فريد وده معماريين. سلام. هنا في استاد لوسيل وسط حضور الانصار، المشجعين، المتعاطفين، المنافسين، الكل حبوا هذا السيناريو.